السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. برضه هنمشي معانا في وصفات التوفير، والتوفير النهارده هنعمل البريل في قلب البيت. اعملي كده البريل، بُصي بقى معلقتين كده حاطين عليهم كوباية مَيّة هيدوكِ رغاوة عظمة. عايزة أقول لِك التزمي بوصفات التوفير اليومين دول، الرجالة مش محتاجين حَك على المناخير، ليه؟ من كتر بصراحة الحاجة غالية جدًا، والله يكون في عونهم بصراحة، والله يكون في عون أي رب أسرة. فنحاول كده نضبّط حالنا كستات بيوت، ونحاول نوفّر لرجالتنا كفاية علينا فلوس الأكل والشرب والصحة والتعليم. يعني ربنا يعدّي الأيام دي على خير. بُصّي بقى البريل الخطير اللي أنا عملته ده، يا نهار أبيض يا إيمي على الجمال! ما شاء الله تبارك الله، املي بيتِك خير بالتركيبة الهايلة دي بجد بجد، ولا إنكيش تشتري من برّه، نشتري الجيركن اللي عدّى الشيء الفلاني ليه. ده بُص بُق صغير هنحط عليه حبة مَيّة هيعمل معاكِ رغاوة الله. ونضّفي بقى كده، والله العظيم يا جماعة الكوبايات كانت بتزيّق من النضافة. ما شاء الله تبارك الله. عايزة أقول لِك بجد بجد تحفة. حاطة جريسلين بقى وريحة ليمون ومضبّطة نفسي، يعني عاملة شوية بريل كده ليّا شغل المعلم لابنه، أنا اللي هاستخدمهم. مش عايزة تحطي جريسلين أو مش عايزة تحطي ليمون براحتك. بُصّي بتزيّق إزاي. تعالي معايا أقول لِك التركيبة إزاي. هنجيب نُص كوباية من الملح ونقوم دلقينها على ال10 كيلو أو 10 رِتل من المَيّة. حطيت نُص كوباية ملح، هاحط نُص كوباية من الخل، وهاجيب بيه 3 جِني بوتاص برضه وهاقلبهم على الوصفة الجميلة دي. أهم حاجة التقليب، يعني قولي شِلّاية صِحّة كده وتقلّبي كويس. عايزة أقول لِك اتزنقت جاية أغسل المواعين ما لقيتش صابون، وصممت إن أنا ما اشتريش وأعمل التركيبة. ده اسمه سولوفينيك، بنجيبه كده التركيبة دي من عند اللي هو مستلزمات حاجة الصابون. أنا جايبة التركيبة دي ب50 جنيه، هتعمل لي 15 رِتل خام. 15 رِتل خام. ما شاء الله تبارك الله، بجد بجد تحفة. خام يعني لسه لمّا تيجي تستخدميها هتزوّدي لها مَيّة. هنا بقى هنحط التكسبون، دي مادة اسمها تكسبون بتتحط أهم حاجة تدي نغزة كده بالسكينة وإيدك التانية شغالة تقليب عشان ما يكلكعش معاكي. يبقى الصابون وبعدين السلفونيك وبعدين التكسبون وإيدك كده بقى إيه، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والتك جامد. بعد كده فاضل لنا مادة تانية هنحطها عشان يدينا القوام التقيل. ده من قبل ما احطها بصي بقى ابتدى يتقل ازاي. ما شاء الله بجد بجد تحفة. املي بيتك خير وما تشتريش من بره، وفري واعملي في بيتك. وعدي يا اختي اليومين دول على خير. عدي الرجاله مش مستحمله. دي المادة اللي هتدي تقل للصابون. ما شاء الله بصي بقى كده هتديكي تقل وجمال وحاجة جميلة جدا. ممكن تستخدميه كده بقى، يعني كده ممكن تستخدمي الإضافات اللي أنا هضيفها التانية دي. دي إضافات مني أنا، يعني والله عايزة تضيفيها براحتك، مش عايزة براحتك. أنا عايزة يبقى ريحته جميلة. فرحت جايبه له بقى إيه، ب10 جنيه ليمون مركز، وجبت ب10 جنيه جريسلين. واخدة بالِك. قُلت بقى عشان إيديّا، والليمون طبعًا عشان يدّيني ريحة جميلة. بس عايزة أقول لِك مليتهم مَيّة تاني، رجرجتهم كده، حلّفتهم يعني، إن أنتم كده خلاص فضيتوا. وكل دوّة والتقليب مستمر. طب فاضل لي اللون، نسيت أجيب ب3 جنيه لون، وأنا مستعجلة وعايزة أغسل المواعين. طب أعمل إيه؟ عندي الألوان بتاعة الطعام اللي أنا باستخدمها في التورتات، رُحت جايبة حاطة نقطتين من الأخضر على نقطتين من الأصفر، اتضربوا اللون الفسفوري اللي أنتِ شُفتيه معايا ده. بُصّي أهم حاجة القوام. عايزة تخلّيه أبيض ما يضرش، والله لو ما كانش عندي اللون الأخضر ده ما كنت هاحط له. هو يعني أنا هاغسل المواعين والّا هنخش نعمل فرح؟ مش مشكلة خالص. ما شاء الله تبارك الله، بجد بجد تحفة، تحفة. بجد تحفة. عجبني أوي إن هو تقيل. عجبني جدًا إن لمّا باجي أخفّفه محتفظ برغاوته وإنه بينضّف المواعين. وطبعًا قصنص الليمون اللي أنا حطيته ده ادّى له ريحة كده من أول ما تخشي المطبخ. هي ريحة إيه دي لمّا بتيجي تستخدميه؟ بجد بجد تحفة.
عجبني كتير، أهم حاجة إن أنا عملته في قلب البيت وتجربة ناجحة 100% وبجد بجد تحفة. بُصّي أنتِ بقى لو أنتِ اشتريتيه من برّه لا بيتحط له جريسلين ولا بيتحط له الحاجات دي، وبيبقى خفيف دلوقتي ولمّا بتيجي تخففيه ما بيديكيش القوام الكويس. طب على إيه؟ اعمليه ببيتِك ووفّري لجوزِك. ما شاء الله تبارك الله بجد بجد روعة. مليت الجيركن بتاعي الكبير بقى ال10 رتل، ورُحت مالية كمان 2 كده علبتين، كل علبة بتشيل 3 رتل، واحدة شالت 3 والتانية شالت 2. ما شاء الله 15 رتل خام. يحييني ويحييكم ربنا بقى عقبال ما نخلّصهم. بُصّي بقى البريل يا سيدي على بريلِك يا إيمي، يا سلام! حبيبة قلبي باحبِك في الله كتير، يا رب وصفتي النهارده تكون عجبتِك. لو عجبتِك ما تنسيش بالله عليكِ لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ إيمي البسيوني. أسيبِك في حفظ الله، وفّري ودبّري لجوزِك اليومين دول ربنا يعدّيها لنا على خير يا رب، وكل سنة وأنتم كلّكم طيبين. أسيبِك في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.